وتيجي انت نازل هروح لوحدي، مش حد كده يجي نضيع وقتينا مع بعضينا، حد يسليني في السكه كده. لا مفيش. القرآن ده مش صاحبك، انت مالكش اي علاقه بصحوبيه القرآن على فكره. صاحب القرآن بيبقى نفسه ينزل لوحده، من علاماته يحب يمشي لوحده، يحب يقعد لوحده، اصلا ما بيقعدش ساكت، بيقعد مع صاحبه. انت ما تحسش بقى، ويمكن لو قابلك في الشارع يعني عايز ينجز معاك تلاقيه مش ماشي بعدين بقى. عايز يخلص عشان الورد فيه مشكله، انا بس مش هيعاملك وحش، يعني عاملك كويس جدا، بس بيحاول ان هو ما يضيعش وقت على قد ما يقدر، لان صاحبي اولى بالوقت دوت. كان الموضوع ممكن يأثر فيهم في حاجات أعمق من كده. يعني كان الكلام العادي بتاعهم بيتأثر بالقرآن، مش بيتكلفوا، مش بيكتب بوست، مش بيفكر 100 مرة قبل ما يكتب، ده طلعت كده. معاذ بن جبل يا اخوانا كان أصابه، كان عايش في الشام في آخر حياته. المهم كان في طاعون جه الشام كده. الطاعون ده أصاب عائلة معاذ، فكان أول مصاب في عائلة معاذ ابن عبد الرحمن. المهم معاذ دخل على ابن عبد الرحمن عادي بيزوره، فقال كيف أنت يا ولدي، كيف تجدك؟ فقال يا أبتي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يعني عايز يقول له أنا هموت، أنا بموت، بس بدل يقول له أنا بموت قال له إيه؟ قال الحق من ربك، يعني هموت، فلا تكونن من الممترين، اوعى تضطرب لما اموت. معاذ رد عليه قال ستجدني ان شاء الله من الصابرين. اب بيكلم ابنه، يعني مفيش تكلف خالص، مش شيخ وتلميذ، لا، ولا بقى انت هتعمل لي داعي، لا، اب وابنه، يعني ده الكلام العادي في البيت. قال يا ابتي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال يا بني ستجدني ان شاء الله من الصابرين. دي عيله عايشه كده، دي عيله عايشه كده. لما عمر رضي الله عنه بيمشي مع الناس في الطريق، كان العادة بتاعت عمر بينزل مع الناس بالليل كده يلف يشوف في الرعية يعني. فماشي الدنيا ضلمة، فسمع صوت من بعيد قوي جاي كأن قافلة جاية، فرفع عمر صوته وقال من أين القوم؟ مش شايف حد هو. فسمع واحد بيرد عليه قال جئنا من الفج العميق. فقال عمر ماذا تريدون؟ فقال الصوت نريد البيت العتيق. قال لك ايه ده تبعنا الراجل ده. قال إن في القوم عالم. لا الكلام ده مش كلام واحد عادي، ده واحد ذاق القرآن، ده واحد من أهل القرآن، الكلام طالع منه سلس كده، من الفج العميق البيت العتيق. لا ده الكلام ده مش ايه، ده مش عادي اللي أنا بكلمه ده. طب تعالى لي بقى. فقال يا هذا اللي أنا مش عارفك، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال الصوت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تمام. قال له أي آية في كتاب الله معك أخوف؟ فقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. تمام. قال أي آية في كتاب الله معك أرجى؟ فقال الصوت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تمام. أي آية في كتاب الله معك أحكم؟ فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قالوا أي آية في كتاب الله معك أجمع؟ قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال أنت ابن مسعود؟ قال نعم. ما فيش حد يعرف الحاجات دي غير واحد بس في العالم كله. قال له أنت ابن مسعود أكيد؟ قال له أنا ابن مسعود. ما مش طبيعي في حد بيجاوب الإجابات دي بالسرعة دي إزاي؟ يعني ماشي احنا عارفين آية الكرسي أعظم آية، دي جت في حديث، ماشي خلص. طب الأربعة الباقيين بتجيبهم منين؟